تخيل معايا كده، يوم عيد ميلاد خطيبتك، أول عيد ميلاد ليكوا سوا. بتكون محضر لها مفاجأة من قلبك. بتجيب أحلى هدية على قد إمكانياتك، بتغلفها بإيدك، بتحط فيها كل مشاعرك وحبك، وفاكر إنك كده بتعمل الصح وإنها هتطير من الفرحة. لكن فجأة وبدون أي مقدمات تكتشف إن كل اللي عملته ده ولا ليه أي قيمة، بل بالعكس بيتقلب عليك أنت شخصيا، وبيخليك تحس إنك قليل، وإن مجهودك مش متشاف، وإن قلبك اللي كان مليان حب بقى مخنوق ومكسور. ده بالظبط اللي حصل لي، للأسف الشديد ممكن يكون حصل لأي حد فيكم. كمل معايا الحكاية عشان تعرف إيه اللي وصلني للضيق والخنقة اللي أنا فيهم دلوقتي، وهل اللي حصل لي ده طبيعي ولا دي إشارة لحاجة أكبر بكتير. يا جماعة الخير، أنا اسمي أحمد، شاب بسيط على قد حالي زي ما بيقولوا، بس طموح وبحلم أعمل حياة كريمة لنفسي وللي أحبها. من كام شهر ربنا كرمني وخطبت البنت اللي قلبي اختارها، نور. نور كانت بنت جميلة هادية وكلامها كان معسول قوي في الأول. كنت شايف فيها شريكة حياتي اللي هتسندني واسندها ونبني بيت كله حب وتفاهم. حياتنا كانت ماشية زي الفل في فترة الخطوبة، أو على الأقل ده اللي كنت فاكره. بنخرج، بنضحك، بنتكلم في أحلامنا للمستقبل. كل حاجة كانت وردي وجميلة، وما كنتش متخيل إن ممكن يجي يوم وأحس بالخنقة والضيق ده كله بسبب حاجة بسيطة زي هدية. الموضوع بدأ يوم عيد ميلاد نور. كنت متحمس قوي إني أعملها حاجة تفرحها، حاجة بسيطة بس من القلب. نزلت ودورت كتير على هدية تكون مناسبة، وفي نفس الوقت على قد ميزانيتي كشاب لسه بيبدأ. استقريت على برفان ريحته تحفة مع شوية شوكولاتة كده هي بتحبها، وحطيت معاهم مبلغ 400 جنيه. قلت في نفسي دي هدية حلوة، وال400 جنيه دول ممكن تجيب بيهم أي حاجة نفسها فيها. غلفت البوكس بنفسي وزوقته بإيدي وحطيت فيه كل حبي ومجهودي. كنت فاكر إني عملت الصح وإنها هتفرح قوي باللمسة دي. لما قدمت لها الهدية وشها نور كده في الأول وبستني وحسيت إنها اتبسطت. اليوم عدى عادي وكأن كل حاجة تمام. فضلت عايش في وهم إن أنا عملت حاجة حلوة ومقدرة. المفاجأة الصدمة بقى جت من يومين. كنا قاعدين بنتكلم عادي في مواضيع عامة. الكلام جاب الكلام عن الهدايا. بصراحة أنا كنت حاسس من جوايا إني ممكن أكون مقصر في حاجات تانية، فقلت لها يا نور، أنا يمكن مقصر معاكي شوية في حتة الهدايا، بس والله العظيم بعمل اللي أقدر عليه، وكل اللي بتمناه إنك تكوني مبسوطة. ردها كان صاعقة. لقيتها بتقولي بكل برود: أصل أنا كنت بقول للناس اللي بيسألوني إني خدت منك 1000 جنيه عشان أكبرك قدامهم. الجملة دي نزلت على راسي زي الدلو البارد. 1000 جنيه وهي بتقول كده عشان تكبرني؟ استغربت قوي وقلت لها يعني ايه يا نور، يعني اللي انا جبته مش عاجبك؟ لقيتها سكتت كده لحظة، وسكوتها ده كان أصعب من أي كلام ممكن تقوله. وبعدها لقيتها بتقولي بطريقة فيها استهزاء وتهكم: يعني أقول لهم إيه، جاب لي ريحة؟ الجملة دي يا جماعة جاب لي ريحة لسه بتتردد في وداني لحد دلوقتي. حسيت إني اتهنت، إني اتأزمت، إني عملت حاجة غلط. أنا ما كنتش جايب لها ريحة وخلاص، ده كان برفان اخترته بعناية ومعاه مبلغ ممكن يفيدها. حسيت إن كل مجهودي راح في الهوا. الموضوع مخلصش على كده. قبل ما أقدر أستوعب الصدمة لقيت أمها خدت منها التليفون وكلمتني، وبدل ما تهدي الموضوع أو تتكلم بمنطق لقيتها كمان بتأيد بنتها في كلامها، كأنها بتدعمها في الإحساس بالاستخفاف اللي بنتها حستهولي. مش عاجبها ريحة يا بنية، دي كانت متوقعة حاجة أكبر. قفلت السكة وأنا مش فاهم حاجة. هل أنا الغلطان؟ هل اللي عملته ده قليل قوي لدرجة إنه ما يتشافش؟ هل دي حاجة تقلل مني كراجل؟ حسيت بضيق رهيب، خنقة عمر ما حسيتها قبل كده. أنا كنت عايزها تفرح، كنت عايز أشوف الابتسامة على وشها، لكن للأسف النتيجة كانت عكس كده تماما. حسيت إنها ما كانتش مبسوطة، وكأنها كانت متوقعة موبايل جديد أو حتة دهب غالية. دي كانت أول مناسبة بينا وأنا خاطبها، وكنت عايز أعمل معاها ذكرى حلوة. بس اللي حصل ده حول الذكرى الحلوة لمرارة وقهر. الموضوع ده خلاني أفكر 1000 مرة في العلاقة دي. هل دي بنت تقدر؟ هل دي بنت هتكون سند بجد؟ هل كل حياتنا هتكون كده، مقارنات وتوقعات مبالغ فيها وإحساس دايما إني مقصر؟
الموضوع ده فتح عيني على حاجة خطيرة أوي في طبيعة العلاقة دي، ومخليني مش عارف أعمل إيه أو أتصرف إزاي. يا ترى اللي حصل ده مجرد موقف عابر ولا إشارة لمستقبل ممكن يكون صعب؟